من فروة الراس، وبعد تطول وتكثف وتشيل القشرة وتنظف وتعطي انتعاش حق فروة الراس. فهذه العشبة يا بنات موجودة بس حصريا عند فاطمة للعناية بالشعر، ومنتجاتها تينن، فعلا مهتمة بالتفاصيل. بوريكم القمملة مثلا، شوفوا هذا هو المنتج، لكم مسكر مغلف نقطة واحدة مو طالعة برا. وهذه هي عشبة القمملة، تستخدم في ماسك. يمكن تقولون ويه اعلان سدر وحنا وماسك سدر وهذا في منه وايد، يعني شنو المميز اللي فيه؟ تعودنا انه هو يكون يعني نفس الشيء. انا اقول لكم فاطمة للعناية بالشعر تستخدم تقنية مو الكل يستخدمها بالسعودية، او من المشاريع يعني اللي يستخدمونها، اللي يسوونها من يعني قصدي المشاريع اللي بنفس مشروع فاطمة، اللي هو ماسكات سدر، حنة، أعشاب طبيعية. تستخدم تقنية التعقيم الإشعاعي. يعني هي الحنة، السدر، عشبة القمملة هي أعشاب ممكن تكون فيها سموم، يرشون عليها مبيدات حشرية، تكون فيها بكتيريا، سموم. فهي تستخدم التعقيم الإشعاعي عشان تشيل كل السموم من الأعشاب هذه، وبعدين تسويها لكم. وهذه التقنية مو الكل يستخدمها لأنها مكلفة، يعني نادرا ما متاجر عندهم نفس هذا المشروع يستخدمونها. وبعد اللي يميز فاطمة اللي هي عشبة القمملة، اللي هي بس الوحيدة موجودة عندها. اوكي، وقلت لكم مميزاتها. واللي يميز ماسكاتها انه جاهزة للاستخدام. يعني اول شيء شوفوا القوام، شوفوا زبدة 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 زبدة، يعني قوامها كريمي وترطيب عالي. حتى ترطيبها على الشعر بتشوفون مع الاستخدام والاستمرار شلون راح يكون شعركم حلو، مو مثل الماسكات اللي تنشف والدنيا وتسوي جفاف لا، ترطيب عميق حق الشعر ولمعة ونعومة وكثافة، وتملين لكم الفراغات، تطويل. واللي يميز ماسكاتها انه جاهزة للاستخدام. يعني اول شيء شوفوا القوام، شوفوا زبدة 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 زبدة، يعني قوامها كريمي وترطيب عالي. حتى ترطيبها على الشعر بتشوفون مع الاستخدام